السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتي وصفات ام فارس بوتيت كويزين. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كسكسو بالتفايه، كسكسو هماوي خطير وواعر. نعيا من نوصف لكم ما وصفت والو مباشره. هنايا بلا ما نطول عليكم غادي ندوزو مباشره للمقادير. انا عندي هنايا واحد الدجاجه، المهم دجاجه نورمال، ما هي كبيره ما هي صغيره. المهم انا قسمتها على 4. عندي هنايا ربيطه ديال المعدنوس غير صغيره وصافي. عندي هنايا زلافه قل ربع ديال الحمص اللي مرقد ليله كامله. عندي هنايا واحد البصله شويه كبيره اللي قطعتها هكا شنانف. عندي كاس الا ربع ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. هنايا عندي جوج ديال الطماطم اللي حكيتهم، ما كتعجبنيش مطيشه باينه في الكسكسو. بالنسبه للتوابل عندي هنايا ملعقه صغيره عامره ديال الخرقوم، ملعقه صغيره عامره ديال سكينجبير، واحد دويمه ديال الزعفران الحر، واحد الدويمه ديال السمن. يفضل ديروا السمن ناتوريل، انا ما توفرليش. عندي هنايا الملحه على حسب الذوق، ونصف ملعقه ديال الابزار. بالنسبه للخضر عندي خيزو، عندي البطاطا، عندي القرعه حمراء اللي قسمتها على هذه الطريقه، عندي هنايا القرعه خضراء، وعندي اللفت. نتوما ديروا اي حاجه كتعجبكم واي حاجه توفرت لكم. هنايا مباشره غادي ندوزو باش نصبوا الكسكسو ديالنا. غادي ناخذ هنايا البرمه، درت فيها الزيت، مزيج ما بين زيت الزيتون وزيت المائده. هنايا غادي ندير دوك الطريفات ديال الدجاج، غادي نستفهم على هاد الطريقه هذه. المهم راه طريقه جد سهله، والمريقه ديال الكسكسو راه كتجي خاتره، كتجي واعره، والمذاق ديالها لا يعلى عليه. المهم هنايا كما كتلاحظوا معايا ضفت ديك البصله مشنفه. غادي نضيف الطماطم حتى هما، وغادي نضيف التوابل. هنايا غادي نفرت ديك الضويمه ديال الزعفران وديك الضويمه ديال السمن. يفضل البنات كما ذكرت معكم في الاول ديروا السمن طبيعي، انا ما توفرليش. ملي ما كيتوفرليش كندير السمن هكا ديال الضويمه. المهم صراحه كيعطي المذاق زوين، ولكن صحيا ماشي مزيان باش نكونوا واقعيين. المهم هنايا غادي نحرك الدجاج ديالي مزيان، وهنايا غادي نضيف ديك الربيطه ديال المعدنوس، وغادي نضيفو حتى الحمص، لحقاش الحمص كما كنعرفوا كاملين كياخذ الطياب. لذلك ديروه في هذه المرحله البنات، ما تخليوش حتى الاخير حيت ما غاديش يطيب معاكم. هنايا غادي نغطي عليها مباشره. غادي ندوزو باش نصايبوا التفايه ديالنا. انا هنايا عندي 3 ديال البصلات اللي قطعتهم هكا شنانف، وكنهرسها هكا بيديا. لاحظوا معايا. المهم شوفوا هاد الطريقه ديال التفايه، الا جربتوها ما باقيش تفكروا في شي طريقه اخرى، كتجي سهله وسريعه جدا. هانتوما هنايا غادي ناخذ واحد الكوكوط صغيره، غادي ندير فيها ديك البصيله كلها. هانتوما بعد ما هرستها حاولت انني نهرسها بيديا. غادي نضيف شويه ديال زيت الزيتون. المهم قبلوا على الصوت ديالي وصافي. غادي نضيف شويه ديال زيت المائده. المهم غير شويه شويه من الحاجه. عندي هنايا معلقه مع ورش ديال الملحه، راس معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال القرفه. وهنايا عندي معلقه صغيره ديال الزبده. ديروا هاد الزبده هذه راه كتجي واعره الصراحه. وهنايا عندي كميه ديال الزبيب اللي كان ديجا مرقد، المهم غسلته ورقدته. هنايا غادي نسدو على الكوكوط ديالنا، وغادي نديروها على نار مهيله. كما لاحظتوا معايا راني ما ضفت حتى قطره ديال الماء، نخليوها طيب على المهل. دابا ندوزو على الكسكسو ديالنا. عندي هنايا نص كيلو ديال الكسكسو المتوسط. المهم هنايا هاد الطريقه ديال الكسكسو راه ديجا شاركتها معكم مره ما جوج. هنايا غادي ندير ليها شويه ديال الزيت، ونحاول نبسس داك الكسكسو بين يديا، نحاول نلبسو مزيان بديك الزيت. عاد نديروه يعني نديرو ليه الماء. وهنايا البنات راه ما شاركتش معكم جميع التفاصيل. هنايا في المرحله الاولى كنبسو مزيان كما كتلاحظوا، كنضيف له 2 كؤوس ديال الماء. كنديرو يفور التفويره الاولى. من بعد ما كيفور التفويره الاولى كنزيد نهبطو من الكسكاس، كندير له كاس ونصف. هذه في الفوره الثانيه. كنعاود نديرو يتفور، وفي المرحله الثالثه كنضيف له كاس واحد. يعني في المرحله الاولى 2 كؤوس، في المرحله الثانيه 3 كاس ونصف عفوا، في المرحله الاخيره كنضيفوا كاس. المهم انا غادي نحاول نفهمكم. هنايا غادي نرجع البرمه ديالي. هانتوما المهم هنايا شعلت الضو باش يبان لكم مزيان، حيت ما كانش واضح هنايا في الفيديو. هانتوما شوفوا معايا المريقه ديالي تعلكات، اختارت. هنايا الدجاج ديالي راه طاب صافي، يعني طاب. دوك الفخيضات يعني قربوا يتحيد منهم العظم. انا زولتهم، وزولت حتى ديك الربيطه ديال المعدنوس حيت صافي سالت الوظيفه ديالها. دابا هنايا
غادي نمرق بالماء غليان. شوفوا معايا المريقه كي ولات خاتره الصراحه. المهم المريقه كتطلع منها واحد الريحه كتشهي، ما شهيتكم فيه. المهم ملي كتوحم تسمح ليا جربوها البنات، راه الطريقه واعره لا يعلى عليها. ما عمر الكسكسو ديالكم ما غادي يحشمكم سواء مع ضيافكم ولا مع اللي كاين معكم في الدار. المهم كيجي واعر. هنايا غادي نضيف اللفت وخيزو لحقاش هما اللي كياخذوا الطياب. هنا غادي نضيفهم هما الاول، وغادي نرجع للكسكسو ديالي. هانتوما بعد ما تشرب لي دوك 2 كؤوس الاولين اللي درت ليه، هانتوما كيبان لكم مكور، ولكن البنات راه كيتحل بكل سهوله. راه ما عندكم مناش تخافوا. بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما عمرها ما دارت الكسكسو، ديريها اختي بهذه الطريقه وغترحميني عليه. المهم هنايا غادي نحاولوا نحلوها البنات. ما ديروش يتفور واخا تكون فيه يعني واحد شويه وصافي مكور، حيت الا كان مكور ودرتوه يفور راه ما غاديش يبغي يتحل معكم، بالعكس غيتعجن. المهم حلوه مزيان، عاد ديروه في الكسكاس ديالكم، من بعد ديروه يفور. هانتوما شوفوا معايا انا كنتمشى معاه يعني دقه بدقه حتى كنحل الكسكسو ديالي كله، عاد كنعمرو في الكسكاس. هانتوما هنايا ما بغيتش نقوي عليكم كثره المراحل، انا درتو هنايا في الكسكاس بعد ما البرمه ديالي وصلت لمرحله الغليان، يعني حتى بدات كتطلع فيها الغليه عاد غادي نديرو الكسكاس. هانتوما تبعوا هاد المراحل البنات. هنايا غادي نديرو، هانتوما غادي نخليه حتى كيطلع فيه داك الفوار ولا البخار ولا كيبدا كيتفور. المهم انا كنهضر معكم بجميع الطرق باش تفهموني. هانتوما غادي تلاحظوا معايا، شوفوا هنا بعد ما بدا كيطلع معاه البخار، حتى كيطلع معاه البخار غادي نحسب ليه 4 ساعة، عاد نحيدو مباشره. دزت التفايه ديالي. هانتوما شوفوا البنات شحال طلقات ديال الماء، راه ما تزيدوا لها حتى شي قطره ديال الماء، حيت الا زدتوا لها الماء البنات اولا كتجيكم باسله، وثانيا كتوحلوا فيها يعني كتديكم الوقت باش انها تعلك ليكم. دابا عاد يعني ديك العطريه راه ما تحركوهاش في الاول، ما تقربوش ليها نهائيا، حيت الا حركتوا ديك العطريه ما خليتوهاش من الفوق كما شاهدتوا في الفيديو راه غادي تلصق لكم يعني مليار في المية. خليو ديك العطريه عفوا من الفوق حتى الاخر، تحلوا عليها كتكون البصله ديالكم طيبه، عاد حركوها. هنايا ضفت ليها 2 معالق ديال السكر، ممكن تضيفوا العسل لكم الاختيار. هنايا غادي نخلي هنايا التفايه ديالي تعلك. هنايا بعد ما دزت البرمه ديالي، المهم حيت داك الكسكاس وباش يدير التفويره الثانيه. المهم راني درت له كاس ونص ديال الماء كما ذكرت معكم. هنايا غادي نزيد الخضره اللي تبقات لي، البطاطا، القرعه حمراء والقرعه خضراء، حيت هادو ما كياخذوش الطياب، كنزيدوهم دائما في الفوره الثانيه ديال الكسكسو. هانتوما صافي. هنايا هذه هي الفوره الثانيه ديال الكسكسو، غادي نخليه يفور، من بعد غادي نسالي المراحل اللي بقاو ليا. هانتوما شوفوا معايا بعد ما تشرب درتو يفور. هانتوما شوفوا معايا بعد ما تعلكت ليا ديك التفايه، الصراحه جا المذاق ديالها رهيبه البنات، جربوها راه كتستحق التجربه. المهم راه ما غاديش تندموا، واللي جرباتها تعاود تكتب ليا لتحت باللي جات معاها زوينه. هانتوما هنايا بعد ما سالا ليا الكسكسو ديالي يعني فار، شوفوا معايا الخضيره ديالي طابت. هذا هو المهم هذه هي التفويره الاخيره ديال الثالثه والاخيره ديال الكسكسو ديالي. هانتوما كما كتلاحظوا. المهم هنايا انا نقصت معكم المراحل، ولكن قلت لكم الطريقه. هنايا كنديروا معلقه كبيره ديال الزبده، غادي نحاولوا ندوبوا ديك الزبده، الصراحه كتعطيها مذاق زوين. نتوما البنات الا توفر لكم السمن ديروا السمن، ديروا فيها السمن معلقه صغيره ما عامراش، ديروا فيها السمن وخلطوه مزيان، عاد بداو تسقيو الكسكسو ديالكم. هانتوما هنايا انا حاولت نخلط مزيان باش ديك الزبده تمشى لي يعني مع داك الكسكسو كله، ويتلبس ليا بديك الزبده كلها لحقاش كتعطيه المذاق في الحقيقه. هنايا هانتوما يعني داك نص كيلو كله درتو في القصعه. دابا هنايا مباشره غادي نبدا نسقيه. هانتوما هنايا بديت شويه كنهز المرق كنديرو هنايا من التحت، عاد غادي نبدا نستف الخضيره ديالي. المهم هنايا البنات اللي ما كتعرفش تستف الخضيره باش كيجيكم داك المنيض الزويره، هنايا كنهضر بالنسبه للمبتدئات، يعني راه ما كاينه حتى شي حاجه صعيبه الا خاصكم الاراده. اللي بغات تتعلم خاصها تكون يعني عندها الزعامه، راه حتى شي حاجه ما صعيبه. هنايا كناخذوا الخضيره ديالنا. المهم غادي نقول لكم واحد الفكره، يعني منين كنبداو نحطوا الخضيره ديالنا، منين كنبداو نصبوا الكسكسو، خيزو ديروه في جهه، القرعه في جهه، اللفت في جهه، باش منين تجيو تسقيو ما ترونش لكم الخضره ديالكم، كتبقى لكم الخضره ديالكم صاينه. هانتوما هنايا بعد ما مشيت ديك الخضيره ديالي، هانتوما ديك القريعه حاولت انني نفرقها. المهم راني ما درتش كلشي، درت يعني داكشي اللي غادي تاخذ ليا هاد القصعه هاديه. وداك الدجاج اللي كنت صفيته من المريقه في الاول
راني درت ليه شويه ديال الزبده ودرتو يتحمر. المهم ما كيتحمرش بزاف، غير كياخذ داك اللوين مذهب وكنحيدوه. هنايا خليت له البلاصه ديالو الوسط، تما فين غادي نحط الدجاج ديالي. هانتوما راه كلشي باين كلشي واضح. شوفوا الدجاج ديالي بعد ما تحمر الصراحه جا واعر. هانتوما هنايا دابا غادي نديرو في الوسط. تقدروا نتوما ديروا التفايه عاد ديروا فوق منها الدجاج، انا درت الدجاج ودرت فوق منه التفايه، يعني الطريقه القديمه اللي كنعرفوها كاملين. هنا درت غير ثلاثه ديال الطريفات. هاد الفخذ هذا خليته لولدي لحقاش كان في المدرسه ما تغداش معنا، خليت ليه حقه بوحدو. هنايا غادي نديروا التفايه ديالنا. الصراحه البنات والله ما تشبعوا منها، جات واعره خطيره، كاع اللي كلا منها شكرها يعني صراحه يعني بكل مصداقيه. هنايا يعني درت الكميه ديال التفايه ما درتهاش كلها. هنايا غادي نديرو شويه ديال اللوز اللي قليته على جنب، غير شويه ديال اللوز هكا شي 100 غرام هكا ما وصلش. درتها قليتها على جنب شويه في زيت بارده وشويه ديال الملحه. هنايا دائما البنات ملي تساليو يعني تعمروا اولاد تعمروا يعني اي حاجه في الطبسيل ديالكم، مسحوا وقدموها وبصحه والراحه.